السلام عليكم، كيف قيالين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير ويلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه ريسيتاس دي نسرين. فاجيو نحضروا مع بعضياتنا واحد الكيكه بالليمون وباللوز، فكتجي رائعه بحال شي طورطه عامله. كتجي معلكه غزاله بزاف. كنعرفوا بان اللوز كيتواتى مع الليمون، فكتجي رائعه. فالمقادير اللي عندي هنايا، عندي 3 ديال الحبات من البيض، 100 غرام ديال السكر كلاصي، 170 غرام ديال الزبده اللي دوبتها. عندي هنايا عقده ديال اللوز، القشور ديال اللوز. خليتهم في الفران غير يبسوا وطحناهم. جوج ديال الخميرات. عندي هنايا ملعقه صغيره ديال بيكربونات الصوديوم وليمونه معصره. اول حاجه غنبدا بها هي الزبده. كندوبوا الزبده وكنخليوها شويه غير تجمع راسها شويه. فالبنات نقول لكم واحد المعلومه على الكيك باش يجينا الكيك مزيون، كيك رائع ولذيذ. عمركم ما تعملوا الكيك بالزيت، عملوه بالزبده، فكيجي رائع لذيذ بزاف. ما نقول لكمش عليه كيفاش كيجي معلك ولذيذ. هنايا عملت غير 100 غرام ديال السكر كلاصي، لان غنقي فوق منه. غنحلي فوق من هاد الكيكه هادي فاش ما كتجيش حلوه بزاف. فغنطربوا الزبده والسكر كلاصي مزيان، وغنبقى نضيفوا البيض حبه بحبه، وحنايا كنطربوا هاد الخليط هذا ديالنا. فالكيك باش ينجح لنا اول حاجه المول اللي نعملوا فيه ديك مولدي اللي نعملوا فيه الكيك دائما يكون ثقيل. مي كيكون ديك المول رقيق، فكيجي الكيك خايب وما كيطلعش. فضروري هاد المعلومه هادي. والبيض يكون بحراره المطبخ، يعني كل شيء كيكون بحراره المطبخ، سواء كان ليمونه ولا الحليب اللي غنعملوا الحليب ولا اي حاجه، باش كيطلع معنا الكيك مزيون. فبحال اللي قلت لكم، اللوز عمركم ما تقشروا اللوز وتسيبوه، فالقشره د اللوز كتعطي واحد النكهه رائعه للكيك ديالنا. فعملت ديك الليمونه معصره وقشور ديال الليمون، وهاد القشور ديال اللوز، وملعقه صغيره ديال بيكربوناتو. وعنطرب مزيان هاد الخليط هذا. وعندي الدقيق 180 غرام ديال الدقيق. هنايا عندي اللوز اللي سلقته وطحنته مزيان حتى ولات عندي هنايا عقده ديال اللوز، فكتعطي مذاق رائع بزاف من الكيك ديالنا. فغنبقى نضيف الطحين بشويه بشويه. الطحين خلطته مع الخميره، كنبقى نضيفه بشويه بشويه حتى كتعقد معايا الخليط ديالي. فغنشبر واحد المول، وغنعمل له ورق الزبده. الفران كيكون عندي شاعل من تحت، كنشعلو الفران غير من تحت حتى كنطيبوا الكيكه ديالنا كامله كطيب، وعاد كنشعلو من الفوقي كنخليوها غير تحمر. فغنشبر شويه د اللوز ايفيلي غنقي فوق من هاد الكيك هذا. وديك العقده د اللوز اللي كانت عندي خليت منها شويه، وحتى هي غندردر فوق من هاد الكيكه هادي عقده ديال اللوز، كتعطي المذاق رائع رائع بزاف. ضروري بانكم تجربوا هاد الطريقه هادي. المهم دخلنا الكيكه من الفران طيب. هنايا غنعمل هاد السيرو اللي نعملو فوق الكيك. ليمونه معصره مع 2 المعالق كبارين سكر كلاصي. فكما كنعرفوا بان اللوز كيتواتى بزاف بزاف مع الليمون. صافي طابت الكيكه ديالنا، خرجناها وهي باقا سخونه. فكنعملوا هاد السيرو هذا باش كيتشرب ديك الكيكه هاد السيرو، فكتجي ما نقولكمش رائعه. نكبوا هاد السيرو فوق منه وهي باقا سخونه، ونخليوها حتى تبرد مزيان، فكتجي بنينه بزاف. هاد الكيكه هادي ضروري نرافقوها بشي كويس د اتاي يكون مشحر البنات. فيلا نعدلو معنا شي كاس د اتاي. عملت هنايا الماء كيطيب، ونعطيكم واحد الطريقه ديال الاتاي، تلقيمه اتاي اللي كتجي رائعه بزاف. واحد التروكو كنخليو اتاي يجي بنين. هنايا
عندي الماء كيسخون، غنعمل اتاي في البراد، وغنكب تقريبا شي كاس ديال الماء. ما كنحركوش البراد، غير كنكبو ديك الكاس ديال الماء يكون طايب وكنخليوه. كنشعلو عليه البوطه، كنخليوه غير واحد دقيقه يلا باش يسخن لي غير البراد وصافي، لان الماء عندي طايب. غير طلع مع غير ديك الغليه وصافي. صافي طلعت ديك الغليه. غنشبر هاد الكاس هذا وغنكب فيه هاد الكويز د اتاي. البنات ملي غنعملو هادي الفوائد د اتاي كامله كتطلق في هاد الماء هذا، في هاد الكاس غنحتفظوا به. وغنشبر كاس ياخر ديال الماء طايب وغنكبو على البراد. وغنشبر وغنبقى نحرك بحال اللي كنشلل هاد اتاي. كنحرك وكنزل فوق البوطه. ديك الوريقات ديال اتاي كيتفتحوا وكنبقى نشلل. يعني كنبقى نحرك البراد مزيان بهذه الطريقه هذه كما كيوضح لكم الفيديو. وعاد نكبو هاد الكاس هذا. ديك الاوسخ اللي في اتاي وديك التراب وديك شو كامل هود لي هنايا. شو كيفاش، شو ديك الكاس ياخر كيفاش هود، وشو هذا يعني كامل تراب، كامل اوسخ. شوفوا هذا كيفاش صافي في غير ديك الفوائد اتاي. وهذا كيفاش يعني الكولور ديالو اتاي غامق ومسخ. غنهرق ديك الكاس اتاي الثاني اللي شللته، او الكاس الاولاني غنضيفو في البراد. غنكب الماء. ضروري اتاي كنخليوه يطيب. بزاف د الناس اتاي غير كيكبوا الماء وصافي كيعملوا النعناع كيشدوا. اتاي خصو يطيب، فكيجي كيعطي المذاق ديالو رائع. كنخليوه على البوطه تا كيغلى مزيان، وكنضيفوا له النعناع. ومن الاحسن يكون قالب ديال السكر اللي كيعجبو. انا ما نعملش السكر لان ما كنشربش اتاي، حنا ما كنشربوش اتاي بالسكر. فكنهضر على الناس اللي كيشربوا كيتناولوا اتاي بالسكر. كنوضعوا النعناع وكنعملوا يكون القالب ديال السكر، طرف ديال القالب السكر، وكنوضعوه مع النعناع. وكنحركو دغيا كيطلع فيه الغليه، يعني كنكونوا شحرنا قبل اتاي مزيان. النعناع غير كنزلو معاه السكر وصافي. كنزولو البراد ديالنا في كيجي واحد الكاس د اتاي. النسمه كتطلق في يعني ديك الرائحه د اتاي كتجي رائعه بزاف. فشحرنا صافي. انا قلت لكم غير كنوضعوا النعناع كنزولو على كتطلع ديك الغليه، كنزولو على البوطه صافي. فهاد الطريقه هادي كيجي اتاي كاس د اتاي كيجي يا سلام، ما نقولكمش رائحه عاطيه في الدار. كيجي كاس غزال ديال اتاي. شوفوا معايا واحد الرائحه، انا كنكب رائحه غزاله غزاله ديال اتاي. فكنتمنى هاد الوصفه، هاد الكيكه اللي عملت لكم تنال الاعجاب ديالكم. بصراحه كتجي رائعه بزاف وغزاله ولذيذه. كتاكلوا ديك الكيكه وكتحسوا بديك المذاق ديال اللوز فيها غزال. فالبنات كنتمنى هاد الكيكه هادي وهاد الكويز اتاي اللي حضرنا مع بعضياتنا ينال الاعجاب ديالكم، وتجربوها ان شاء الله بالصحه والراحه. وبسلام عليكم.